السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق ومطبخ وحركات. والنهاردة هنعمل مع بعض الكحك. طبعا احنا داخلين على العيد، كل سنة وانتم طيبين. وطبعا اهم حاجة في العيد الكحك. هنعمله مع بعض في البيت بمكونات طبعا البيت اللي هي عارفينها بتبقى طبعا نظيفة، مش مضمونة كمان، يعني مش زي بتاعت بره. بس قبل ما نبدأ وصفتنا نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة هيكون معايا كيلو من الدقيق، ومعايا 550 جرام من السمنة. طبعا السمنة دي زي ما انتوا عايزين. ومعايا كيس خميرة فورية ونص معلقة بيكنج باودر وثلاث معالق كبار سكر وكوباية الا ربع من المية، وطبعا رشة ملح وريحة الكحك او ريحة السمنة البلدي زي ما انتوا عايزين بقى. اول حاجة هنحط السمنة بتاعتنا كده على النار. انا عايزاها هعمله طبعا على السخن معاكم، وانا بحب جدا الكحك اللي على السخن، بيبقى ايه يعني، في بركة كده وجميل. طعمه بيبقى احلى على فكرة. طبعا انا السمنة دي مش هسخنها، انا هقدحها كمان. طبعا في ناس تقولك ده بيبقى تقيل، بس هو يعني مش لازم تاكلوا منه كتير يعني. وطبعا انا معايا سمسم. السمسم ده ابيض، فاحطه في السمنة عشان يتقدح معاها او يتحمر يعني. انا حطيت 4 معالق من السمسم. اول بقى ما تغلي زي ما انتم شايفينها كده، هاخدها واحطها على الدقيق. طبعا انا حطيت نص معلقة البيكنج باودر ونص ورشة الملح، واقلب بقى على الدقيق كويس. احط بقى السمنة كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خدوا بالكم تبقى سخنة جدا. بسم الله. نقلب كويس بالمعلقة لحد ما تهدى، وبعد كده بنستخدم ايدينا بقى بنبس في الكحك. وعلى بال بقى ما تهدى شوية هنعمل بقى الخميرة. طبعا زي ما انتم شايفين هنقلب لحد ما نضمن ان السمنة اتشربت، وهنسيبها على جنب شوية ونعمل الخميرة. هنحط معلقة كبيرة من الخميرة على السكر، 3 معالق من السكر، ونقلب ونسيبهم على جنب. في الأثناء دي بقى يعني اللي هنسيبهم حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة على بال ما نبس الكحك. هنبسه كده حبة حلوين. طبعا أنا أخدته وقعدت بقى ربع ساعة كده ايه أبس فيه. النقطة دي مهمة جدا علشان الكحك بيطلع كده دايب وناعم، وبيأثر جدا في الطعم بتاعه على فكرة. بس الكحك ده بعد ما اخلص بقى كل البس ابدأ احط الخميرة. في مرحلة الخميرة دي انا بقلب بس، مش بعجن العجينة يعني، بقلبها بس في بعضها كده عشان تتشرب بالخميرة كلها. عايزة اقول لكم ان طعمه طالع خطير. الطريقة دي سهلة جدا
كمان انتي بتبقي ضامنة سمنتك وضامنة ادواتك، فبتطلع الحاجة تحفة احسن من بتاع بره بكتير، ومش بياخد اي حاجة. يعني انتوا ممكن تعملوه النهاردة، سهل جدا، سريع، ما بياخدش وقت. انا عملته وخلصته في 3 ساعات، خصوصا ان هو مش كمية يعني. طبعا ده ريحة الكحك، هنحطه بقى عليه وهنقلبه طبعا. دلوقتي انا بختبر العجينة، بشوفها بقى ايه هتشق معايا ولا لا. انا بكورها كده واحط صبعي، طبعا هي كده ايه بسم الله ما شاء الله حلوة جدا، إيه ما بتشققش معايا ولا اي حاجة. طيب انا لو جربت كده وطلعت بتشقق، لو جربت الطريقة دي وطلعت بتشقق، بضيف معلقتين او معلقة من السمنة. بجرب بقى، ما تضيفوش مية، عشان لو ضفتوا مية بتنشف منك العجينة وبتبقى محجرة. فانتوا تضيفوا سمنة عادي بقى، هو الدايت هيبوظ هيبوظ. طبعا انا استخدمت البصمة زي ما انتوا شايفين، وطبعا ممكن النقش، بس انا عشان الوقت البصمة سريعة جدا، نقشت حبة كده صغيرين وعملت الباقي بالبصامة زي ما انتوا شايفين كده. النقش برضو بيطلع حلو قوي في الشكل في النهاية زي بتاع زمان، بس عشان الوقت بتاعنا فانا هعمله باغلبيته بقى هعمله بالبصام. بصوا الشكل تحفة تحفة تحفة، شكلها تحفة. الكحك بالذات بحب بتاع البيت، وبحبه السادة يعني بصراحة. بصوا زي ما انتم شايفين كده عملت كل الكمية. ابدأ بقى ايه بعد ما خلصت الكمية بالشكل ده احطها في الفرن على طول، مش هستنى تخمر. هي بتخمر بسرعة، يعني الكحك بيخمر بسرعة. عايزين تستنوا تمام. بصوا شكلها بعد ما استوت، طبعا هي في الفرن ما بتاخدش غير ربع ساعة لكل صاج. بصوا الكحكية عاملة ازاي، تحفة وناعمة وطعمها خطير وريحته مش قادرة اقول لكم مودية لاخر الشارع. هنرش عليه بقى السكر كده، وبألف هنا وشفا وعيد سعيد عليكم. كحكاية طالعة روعة.